تعالوا معايا النهاردة هنعمل معاكم فلافل طعمية أو فلافل زي ما بتسموها في البيت، وهعملها بالفول. هنعملها بالطريقة المصرية، الطريقة المصرية الأصيلة اللي بتديكي طعم جميل وتبقى هشة ولذيذة ورهيبة وجميلة جدا. يلا بينا نعملها. تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء، بتنفع، والفلافل بتتاكل في أي وقت، أو الطعمية. يلا بينا. جبت عندي ربع كيلو فول مدشوش وبليته نقعته ليلة كاملة. تاني يوم قمت شطفته كويس جدا. بعدين جبت بصلة وجبت كزبرة وبقدونس، معانا حزمتين صغيرين وحطيناهم عليه، معاهم كام فص توم. التوم طبع الرغبة، أنا حاطة فصين كبار، مش هحط توم كتير. ماشي. وهعملها بقى في شفشق الخلاط. ايوه، في شفشق الخلاط. حطيت معاها ربع كوباية مية صغيرة، يا دوبك كده. وفي الاول تخليه واطي خالص، لما يبدأ كده يفرم اللي تحت، وبعدين تعلي عليه شوية شوية، تعلي عليه عندك التوقيت بتاعه لغاية ما تجيبي يتفرم كله. وبصوا، هتبقى احلى فلافل او احلى طعمية زي ما بتسموه. المسروة بيقولوا طعمية، والاسكندرانية بيقولوا فلافل. ودي بطريقة الايه، الاسكندرانية، اللي تعمليها سريعة وانت واقفة كده الصبح هتعملي الفطار بتاع يوم الجمعة. لازم الفلافل دي من عاداتنا في ايه، في اسكندرية. خلاص كده، بصوا اتفرمت واحدة واحدة، بتتفرم وبتنزلي بالمعلقة زي ما انت شايفة كده، لو في خضر او حاجة على الحرف. وبعدين بحط مصفى واروح كبة فيها الشفشق بتاعي. المية اللي انا حطيتها في الاول بينزلوا، مش هيأثروا معاكي في حاجة. بس انا عايزة اقولك انك مش لازم كبة في الخلاط تعملي. ويلا بينا بقى. جبت عندي كده معلقة كزبرة كبيرة، وحبة كمون صغيرين، وكمان حبة شطة، يعني ربع معلقة وربع معلقة، ومعلقة كزبرة كبيرة. وحطي عليها بقى الملح تبع ما انت عايزة، وتمسكيهم كلهم على بعض، وبعد ما تتصفى تقلبيهم. طبعا الكمية دي كبيرة، انا شلت منها كيسين وخليت كيس، وهو ده اللي هقليه معاكم. دلوقتي حطيت عليها معلقة كربونات صغيرة، او بالعربي نص معلقة شاي، وتقلبيهم كويس وتبدأي تقليها. جميلة جدا، وكربوناته مفيدة للأمعاء كمان. يعني هتاكلي بقى فلافل بمزاج أو طعمية بمزاج المزاج. حطي بقى مقلاية ورا مقلاية ورا مقلاية لغاية ما تخلصي الكمية بتاعتك. اعملي الكمية اللي انت عايزاها، وأول مقلاية هتطلع هوريها لكم. روعة جدا ولذيذة ورهيبة. أنا قلتها في قلب إيه زي ما قلت لكم، في قلب حلة صغيرة عشان تبقى كده غويطة، أو كسرولة غويطة. بتبقى وهي غويطة كده الفلافلة بتستوي كويس وتطلع لذيذة جميلة جدا. تعالوا بصوا الجمال والحلاوة، ما شاء الله تبارك الله. روعة جدا ورهيبة ولذيذة، والطعم ما اقولكيش قد ايه، والريحة خبر ابيض. اول ما بتطلع على طول بوريها لكم. انا باخدها بالمعلقة، احطها في السمسم، اعملها بين ايديا، حطها كده في السمسم واقليها. والسمسم ده اختياري، بس احنا بنحبها كده يا اسكندرانية. طعم وريحة لذيذة ورهيبة. يلا جربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها. لا تخيلوا هتعملوها مش هتبطلوا عمايلها في البيت. روعة جدا وسهلة وبسيطة، وفي الخلاط عملناها. وما تنسوش اللايك والشير عشان الفيديو ينتشر وتعمل فايدة للجميع. باي باي، في وصفة جديدة.